أعزائي المشاهدين، إليكم النشرة الإخبارية لمباراة الأمس في الدوري المصري. جاء لقاء الأمس بين بلدية المحلة والمقاولون العرب على استاد بلدية المحلة، الذي بدأ في الساعة الرابعة بفوز بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء. جاء الهدف الأول من ضربة جزاء سددها اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 53، أما الهدف الثاني أحرزه عبد الرحمن جمال في الدقيقة 74. استحوذ فريق بلدية المحلة على الكرة 55% من وقت المباراة، وأعطى الحكم بطاقة صفراء لبلدية المحلة وأخرى صفراء للمقاولون العرب، بينما تم طرد لاعب المقاولون العرب أحمد علاء في الدقيقة 90. وفي الختام كنت معكم بالإعداد والتقديم الإعلامي أيمن عبد العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الكرام، كل ما عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.